يا صباح الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، وشكرا جدا على تعليقاتكم. تعالوا بقى نشوف النهارده روتين جديد بيوم جديد وصباح جديد. ويا ما تنسوش اول ما نبدا اليومنا كده وعينا تفتح على الدنيا ندعي ربنا ونشكر ربنا اللي احنا بخير والحمد لله على كل حال. وندعي لاخواتنا اللي في غزه واخواتنا اللي في السودان وفي سوريا وفي لبنان وفي كل جميع الدول. يا رب ربنا يا رب ينصرهم ويسترها معاهم. اول ما صحيت كده قلت ان انا اهوي الشقه. وطبعا يعني الشقه عندي نضيفه لان كنت مروقاها امبارح، وما كانش في حاجه خالص في البيت، فالاوضه بس كانت مكركبه شويه او فيها حاجات مش مظبوطه، فقلت ان انا اظبطها في السريع كده معاكم. مش محتاجه يعني ان انا اعمل فيها حاجه خالص. انا عايزاكي اول ما تصحي من النوم ما تمسكيش الموبايل، لان انت لو مسكتي الموبايل هيشغلك جدا وهيضيع وقتك، ومش هتحسي بالوقت اللي هو بيضيع. وفجأة هتبصي في الساعة هتلاقيها الساعة 2 3 وانت اصلا يعني بتبقي قايمة بدري، ويومك بيضيع كله على الموبايل. احسن حاجة اللي انت اول ما تصحي من النوم تسيبي الموبايل، بس يا دوبك تشوفي الساعة فيها كام وتسيبي الموبايل وتبدأي يومك كده بنشاط وحيوية وتفاؤل. بإذن الله يومك يبقى جميل. تعالوا بقى نفطر مع بعض النهاردة. حبيت ان انا اول حاجة كده ان انا اعمل كوباية شاي بلبن، علشان زي ما انتم عارفين اللي هي تظبط اليوم بتاعي واعرف اصحصح كده وافوق. هي كوباية الشاي باللبن عندي دي بصي اهم من حياتي. ابتديت بقى عملت كوبايه شاي بلبن، وحطيت بقى هعمل بيضايه كده مقليه. انا موتي وسمي بقى انا عايزه اشوف اي اختراع اي حاجه، ان انا لما باجي اكسر البيضه بتبقى في قشره كده صغنطوطه بتقع مع البيضه، وانا ببقى مش عارفه اجيبها. فانا لازم الاقي لها حل، لان لما القشره صغننه كده بتقع في البيضه بتقرفني بقى، ببقى بسطوب، ببقى خلاص بقى مش طايقه حياتي. وانا اصلا يعني بشيل شوية كده من البيض يعني عشان بيبقى زفر، بحس بزفارة وكده يعني. قولولي بقى على اي حاجة انتوا بتعملوها ازاي او بتكسروا البيض ازاي، او في كفاية بقى كلام على البيض يعني الفيديو كله مش هيبقى عن البيض يعني. اول حاجة كده حطيت شوية سمنة صغيرين كده في الطاسة، وهقطع عليها كده بسطرمة كده صغيرة، وهبتدي اللي انا بقى اشوحها. انا بعشق بجد حاجه اسمها بسطرمه. وكمان عملت برضو من فتره عملت مكرونه بشاميل بالبسطرمه، بجد طلعت فظيعه فظيعه فظيعه، بس ايام بقى ما كان البسطرمه رخيصه. الواحد بجد يوميها عمل صينيه بشاميل بقى انما بجد تاكل الشارع كله، بس بجد كانت رهيبه. يا رب بس البسطرمه ترخص عشان اعرف اعملها. ضربت بقى البضايه ونزلت عليهم بقى بالبسطرمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط عليها شويه فلفل صغيرين، مش هحط عليها ملح لان البسطرمه حادقه. ايه ده، انا حطيت ملح؟ ماشي حطي ملح بس حبه صغيرين. تمام. لو البسطرمه مش حادقه معاكي قوي حطي عليها ملح صغيرين. بس اول حاجه ان انتي لازم تدوقي البسطرمه، علشان ساعات بتلاقي البسطرمه بتبقى حادقه قوي فهتبوظلك الاكله. انا عايزه احكي لكم بقى على حاجه حصلت لي النهارده. بجد انا كنت يعني هتفزع، والحمد لله ان جوزي كان موجود، لان لو كان حصل ده وانا لوحدي كنت بجد هنهار. انا اصلا اعصابي كانت سايبه، اوريدي اصلا اتفزعت وكانت اعصابي سايبه جدا، وبجد انا كنت مرعوبه. انا اكتر حاجه بخاف منها هي الحاجه بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله اللي هي جت على قد كده، وهي كانت حاجه بسيطه، بس هي المشكله في الخضه. بس انا حاسه ان انا شعري وقف وبيض بس الحمد لله على كل حال. بصوا انا حاطه شريط ليد كده فوق المطبخ يعني علشان التصوير وكده يعني، وبرده منه ديكور. فالليد دوت كنت بحط الفيشه، لقيته انا لان انا بشيل الفيشه وبحطها لما باجي استعمله او لما باجي بصور. فحطيت الفيشه ما بتشتغلش، الليد ما بيشتغلش، فقعدت احركها يمين في شمال، وبجد مرة واحدة لقيت ان الفيشة دي فرقعت وطلعت نار. انا بصراحة اتفزعت. جوزي جري عليا وقعد يقول لي في ايه في ايه. فضلت واقفة مكاني كده وبشاور له، مش قادرة ان انا اتكلم، مش قادرة ان انا انطق. ولقيت نور المطبخ عارفين انا عماله افكر هو انا سليمه، هو انا لسه صاحيه، هو ايه اللي حصل دوت. بجد الفزعه كانت صعبه قوي. الضربه كانت صوتها عالي لدرجه ان جوزي جري عليا يعني. الحمد لله انا بحمد ربنا بجد اللي هو كان موجود. انا مش عارفه اللي هو لو ما كانش موجود انا كان ممكن اعمل ايه بجد يعني. انا كنت حاسه ان هيغمى عليا او ان انا هطلع واسيب الشقه واجري. الحمد لله ما حصلش حاجه، بس الخضه الصوت نفسه والخضه انتوا فاهمين. وانا اكتر حاجه بخاف منها هي الكهرباء.
تقولولي بتخافي من ايه؟ بقول لكم من الكهرباء. بجد اكتر حاجه في الدنيا بتخوفني وبترعب منها. فلما دخل عليا بقى وجالي انا فضلت واقفه مكاني. اول ما مسكني والله العظيم، اول ما مسكني وقال لي في ايه اللي حصل، قعدت اعيط بقى ونهارت من العياط. انا كنت داخله اصلا عشان اعمل الغدا، بس عارفين إيه اللي جه في بالي؟ اللي جه في بالي ان انا خلاص الحمد لله انا اتاكدت ان انا كويسه وسليمه وما حصلش حاجه، والحمد لله اللي هي جت على قد كده. بس انا قاعده في البيت ويعني والحمد لله يعني حواليا امان، مفيش اي حاجه. الحاجه دي حصلت مش عارفه هو حصلت ازاي، بس الحمد لله يعني اللي هي جت على قد كده. بس مره واحده افتكرت الاطفال اللي في الاطفال يعني وبجد لقيت نفسي عماله انهار من العياط ومش قادره بجد اتمسك اعصابي. وقاعد يقولي طب انت كويسه؟ انت في حاجه حصلت لك؟ انت مفيش حاجه؟ ايدك كويسه؟ بس هو مش عارف انا كنت بعيط من ايه. انا كنت بعيط بجد علشان الاطفال بجد اللي في غزة. يعني بجد انا مش قادره استوعب كميه الرعب اللي هم حاسين بيه. يعني إيه الطفل اصلا يعني ده طفل. يعني دلوقتي زمانه بيلعب، زمانه بيروح المدرسة، زمانه بيروح يشتري، كل حاجته كل تفكيره ألعب. أصحى بكرة ألعب كورة، هلبس كذا، هروح كذا، هروح المدرسة، أعمل كذا، هكتب كذا. لكن دلوقتي يا حبيبي تلاقيه طول ما هو قاعد يا ترى في حاجة هتترمي عليا، يا ترى انا عايش، يا ترى امي فين، يا ترى بابا فين، فبجد انا مش عايزه اقلب عليكم المواجع. انا عارفه ان انتوا اصلا الموضوع دوت في بالنا كلنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ينصرهم، يا رب يسترها علينا كلنا. بينا كلنا موجوع، مبالك هما بقى. بجد انا كنت في حاله صعبه قوي وقعدت شويه لحد ما مسكت اعصابي. انا اصلا منعه اللي حواليا كلهم اهلي وجوزي وكده منعين عني الاخبار، منعين عني. انا كنت كل ما افتح النت وكل ما افتح التلفزيون الاقي الاخبار قدامي والاقي مشاكل قدامي والاقي حاجات قدامي، كنت بنهار. لان انا اكتر حاجه بتتعبني واكتر نقطه ضعف هي الاطفال. انا ما بحبش اشوف طفل بيعيط ابدا ابدا، ما بحبش اشوف طفل بيعيط. انا كنت بشتغل في مدرسه، ومن ساعه ما قلت يا شغل وانا بشتغل مع الاطفال. رحت حضانه ورحت مدارس، فكنت يعني كل شغلي مع الاطفال لان انا بحب الاطفال قوي. بس الحمد لله يعني على كل حال ربنا اكيد طبعا ليه القدره اللي هو يحرمني منهم، او ليه يوم اكيد ربنا هيفرحني فيه ويرزقني بالذريه الصالحه باذن الله يا رب، انا وكل مشتاق. بس انا نقطه ضعف الاطفال. ف فما بتفرجش على الاخبار خالص لان نفسيتي تعبت. قعدت فتره الصراحه في البدايه كنت بتفرج وبدخل وبشوف وباجي وبحكي وبتكلم وبروح وبوري وكده، بس نفسيتي تعبت وكنت بحلم فعلا. بس لحد ما فعلا كل اللي حواليا منعوا عني الاخبار، وانا عملت ما بقتش بدخل اشاهد اي حاجه على النت لحد ما يعني ابتديت خلاص ان انا اهدى. وبجد انا اي طفل بشوفه في الشارع بدخل اجيب مثلا دايما بيبقى معايا بونبوني او شوكولاته او مصاصه او بسكوت اي حاجه، وكل طول ما انا ماشيه ولو لقيت طفل قدامي والله بديله بونبونيه، بديله اي حاجه معايا. كفايه الضحكه والنظره اللي هو بيشوفها لي بيبصلي بيها. بجد ضحكه الطفل عندي دي بالدنيا كلها. ان انا اشوف طفل بيعيط ودموعه كده نازله وهو ببقى مش قادرة اعمل له حاجة، دي اكتر حاجة بتوجعني. يعني ربنا يصبرهم كلهم يا رب ويسترها عليهم يا رب ويسترها علينا كلنا ويخلي لكم اطفالكم. واتمنى ان انتوا لو وصلتوا معايا للمرحلة دي وللنقطة دي، ولو انتوا سامعيني ادعولي بالذرية الصالحة. انا نفسي افرح قوي ونفسي ربنا يبرد قلبي ويفرحني يا رب يا ربي يا رب. اللهم لا تذرني فردا وانت خير وارثين. يا رب ارزقني يا رب بالذرية الصالحة يا رب، يا رب ارزقني بالذرية الصالحة يا رب عاجلا وليس آجلا، وارزق كل مشتاق يا رب، ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة وبكل هو محتاج. انا اسفة جدا بجد، اسفة على الطاقة السلبية اللي انا اديتها لكم. بس انا ما كنتش حابة ان انا اقلب عليكم المواجع. بس انتوا اخواتي، وزي ما انتم عارفين انا ما عنديش اخوات بنات، وكل واحد ليه حياته وبيته. ويعني
صحابي برضو لهم حياتهم وبيتهم فانتوا الوحيدين اللي انا بعرف اتكلم معاهم وبعرف افضفض واتكلم براحتي كده من غير ما انا ببقى خايفة من حاجة، ببقى مش خايفة ان انتوا تجرحوني بكلمة، ببقى مش خايفة ان انتوا تفهموني غلط. انتوا فاهمين قصدي؟ اكيد في حد فاهمني وحاسس بيا وفاهم قصدي، صح؟ انا عملت النهارده غدا خفيف وغدا بسيط، لان طبعا زي ما انتم عارفين في بداية الفيديو اللي حصل لي جوزي محبش اللي هو يضغط عليا والله، وكان عايز يجيب غدا من بره، بس انا قلتله لا خلاص هعمل اكل بسيط كده وسريع، والحمد لله يعني كلنا وشبعنا والحمد لله. طبعا احنا اتغدينا وروقت الدنيا، وقلت بقى ان انا اعمل كده كوبايه الليمون اللي انا اعدل دماغي واظبط دماغي كده واهدي نفسي وعي علشان اعرف اكمل بقية اليوم. وبس كده، ده يكون فيديو النهاردة. يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم، ما كنتش صدعتكم ولا زعلتكم مني. وهتستنى بقى رأيكم في الكومنتات ودعواتكم، يا رب يعني ادعولي زي ما انا بدعيلكم والله بجد ان ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني. ويا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم يشجعني. باي باي.